الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمجاشنا بيرك الباب الرابع عشر درجه شارده اش كتاب الصلاة وتي في صلاة الكسوف درباري نويجا كسوفه تعريف كسوفه بتكتا وتوفيه مسائل چند بابتك جداية نويجا كسوفه دهي بكت يتخوين. المسألة الأولى مسألة كي تعريف الكسوف بناسا كسوفية والحكمة منه وكابو شت تذكرن كسوف جبار شت تذكرن يعني هم بلا نكن ما بوشت تذكرن أو دبتا حكمته بيج بتتا جبار بتذكرن. الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر. قود أفيا انحجاب يعني برزبين نمان ام بجين پوشینا ایکش روناهیت هر روناهیا ایکش هر دو تشتت گشه و روجوش هیف روجو هیف وقت روناهیا وان تتا پوشین تتا بچنتن قد بينك كسوف بسبب غير معتاد أجرك أجري هنني عادتية نتشكي وصلك وروجانا تشد بيد أن هل چندكي تشد بيد نا غير معتاد ني عادتية. والكسوف والخسوف بمعنى واحد. كسوف وخسوف هردو بأيك معنى هردو معناه وان أبي واختارنا هي أيكش هردو روجو هيفا نميند وقت نمين بين كسوف أنجي خسوف. طبعا داش علماء بجن اللغة بجن كسوف وخسوف جشوان كلمانا إذا اجتمعتا تفرقتا وإذا تفرقتا يعني وإذا تفردتا يعني تفرق معناهما. تاكي مش تتأجل هاردو بيج بين معنى هاردو كوئيجا والخسوف والكسوف يعني هاردو بيج بين هذي معناجا هاردو بيج بين هذي معناجا بس أكتب تنهات هذي معناها جدا هاي. مثلا أكتب قدتا خسفت قمر وكسفت الشمس عندي دزانا خسوف بو قمر بو هيفيت تاقودن وكسوف بو روجيت تاقودن. اما اگر تنه قد كسوف هر دو چنه بنده ناوه خسوف ديال نهار اما بحثيها هيفيجيا وبحثيها چجيا يا روجيجيا. اما عندك كلمة توصل اللغة على بدايتي اگر بيجي هاتن معناوان هر دو ايك معنا نبونا منها يعني هذا معناه كده تأكل تاني هاتن هر دو معناه تكفنا بنبه هر دو معناه تكفنا بنبه. قدي ويحدث الله عز وجل أنجي ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده. بوش خد تعالى أف آيات هنه أف نشانه هنه دانايا و الدينيتن ترساندن بو عبدتوي حتى يرجعوا إليه سبحانه دب زبرنا لا يبيفه كما قال صلى الله عليه وسلم الوكي بيغمبري قلت عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله. عندك رجع وهيبة دو نشانة مصنهية خده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قلت أفنا غيرا أجبر مرنا إيكي أنجي جبر جيانوي. چونكي وقتكو كوري پیغمبر مدي عليه الصلاة والسلام إبراهيم روش غيري أوانا قوش بر چه غيري جبر مرنا كوري پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت نجبر بينا كسي ونجبر مرنا كسي روش هيد غيرا لا وجبر چيه قلت وإنما يخوف الله به ما عباده. قل تعالى عبد قبل ترسنيتا بشتها
كتشوا بيجا روناهي وينما شوا روناهي ويجا وينما روجي ديتن أبيك جاي روناهي ويدا تشيت روناهي ويدا تشيت ونامينتن ودي بداد مهيك. المسألة الثانية مسألة دوي بابت دوي حكم صلاة الكسوف ودليلها حكم نفيجا كسوف تشيا سنة واجبة ودليلها ودليل ويشي. وصلاة الكسوف واجبة نفيجا كسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه وتلوك أبو عوانة الصحيحة خدا بصريحي وأشكرا أبتشندها بحث كريم. وحكي عن أبي حنيفة وقلت أبا هاتي أبا قواسنش أبو حنيفيش وأجراها مالك مجرى الجمعة وإمام مالك جي وأكيد خد بها حساب كريم وخد بها واجبه. وقوى ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها وابن القيم خد رحمه ببدن بشن أو قولت بشن واجبة أذا قويت له. وأيده الشيخ ابن عثيمين وهرس الشيخ ابن عثيمين جي بشتفانيا قلنا ابن قيمة كتن تأييده بقلنا كتن يعني شو قلنا مؤلف هذه شد جي ما هي قلنا قد جي ما هي أو شيء سنته أو قلنا جي يهي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بوتشي واجبة çünkü Peygamber عليه الصلاة والسلام أمر بكريكو بتكرن وخرج فزعا إليها Peygamber عليه الصلاة والسلام درك بلز بلفوه بتشو وأخبر أنها تخويف للعباد وبحث يرقوتي أف غيرين هنه يا رجي ترساندنا أبو عبدا. المسألة الثالثة وقتها وقت ويكنجيا وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه اجدس بكرنا غيرنا رجي حتى روش كشف بيتن حتى رناهيوي أشكرا بتهمي كشف بيتن أو همي وقت بيه يعني وقت دس بكر قول ساعات دهو 20 دقيقة ده غيرتن خلاص وقت حق هيتو دس بكينا فيجا روش غيرنا حتى فيجا تسحتي فعلا روش خلاص صافي بي كشف بي هندي وقته خلاص. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك متكررات شكي وصادق روش هاي غيري فصلوا نفيجي بكن حتى ينجلي حتى كشف بتن أفروجها. المسألة الرابعة كيفيتها وما يقرأ فيها كود اتكرن وتشتد تدخندنش قرآنه قلت كيفيتها ركعتان ونفجا روش غيرين 2 ركعات يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة قلت ركعات أي كده أبدان جي بلند دي فاتحة خوينتن فيجا تشروش بيت آن الشاف بيتن يعني تشوف روجي مثلا روش غيري شافي هاي بغيري أما دي هر دنجي تي بلند بيتن نو بيجا أبا بروجي أم دنجي خواه بلند ناكين بخواندني چونك أفرعيا جي هاي أفرعيا جي يا هاي قلت بيجنا أكر روج بي تو دنجي خواه بخواندني بلند ناكين السري بيجوا أكينا بيجا روجي بس يا راجح أبا تشروش بيت ششاف بيت دنجي خواه بلند كيف فاتحة وبخواندنا بيبدأ يقرأ وتبقى سورة طويلة هروصا دي سورة كدرجي خوينتن هاد ركعته كده بشي فاتحة خلاص كده ثم يركع طويلا فاش دي ركوع دي جالا من تتتا ثم يرفع فاش دي ركوع رابط دي جالا من تن وتي ف وتي ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد ده بسمع الله لمن حمده ودي حمد خدكت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بس ناش تسجده فدشكتا بل يقرأ الفاتحة جارك ودي فاتحة خوين دبا وسورة طويلة وسورة كودرجي دي خوين دفرة دون الأولى بس أف سورة أولي كورتر بيتا ثم يركع باجش ركوعي ثم يرفع باجش ركوعي رابطة با ثم يسجد سجدتين طويلتين باجش نشتا سجدة دو سجدة درج دي باتن ثم يصلي الثانية كالأولى باج رابطة ركعته دو وكيو أي كده كتن دو فاتحة
ايك ركعات ده دو فاتحة ايك ركعات ده دو جا تشتار ركوعيشي دو جا تشتار ركوعيشي يعني تدي بجدي دو ركعات كتن بس بتشار ركوع وبتشار فاتحة لكنها دونها في كل ما يفعل بس ركعات دوية دشيا ايكي كورتر بيت همي تشتتوه دشيا ايكي كورتر من سجدة ويدا كورتر بيتن خاندنا ويدا كورتر بيتن ثم يتشهد فوج تحيات خوينتن وقت ركعته يجي خلاص يرجو تحيات خوينتن ويسلم ودي صلاة من أبدا لقول جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بشن سردمي في عمبري عليه الصلاة والسلام روج غيري في يوم شديد الحر تروجك جلك جلم ده فصلى بأصحابه نبيش برها ولد خكر فأطال القيام دريش رواستيا جلي مش بيربه حتى جعلوا يخرون وتحت والونط هالتمان بو كذن ثم ركع فأطال وشي بود باشي ركوع بر ركوع جي جلي دريشير ثم رفع فأطال باش تاريخ ركوع راكر جلي ما ثم ركع فأطال باش ركوع دويبة جلي دريشير ثم سجد سجدتين باش دو سجدة برن ثم قام باش جرابو با شوان هر دو سجدة فصنع نحو ذلك ركعات دوجي وكيكر فكانت 4 ركعات و4 سجدات قد بنا 4 ركوع و4 سجود جابا ولدتن جرى قد بنا تشبكي لغز يجي او كيش نفجا 4 سجدات دا و4 ركوع دا دو ركعات دا جرم دو ركعات 4 ركوع دا و4 سجدات دا ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف قد سنة پشتی نویجا روش غیرینه آن هیف غیرینه إمام وعزال خلقي بكت ونصيحة الوانا بكتن ويحذرهم من الغفلة وانا هشيار بكتنش بآجهية والاغترار بالدنيا ومجيلبونا بالدنيا وبسرداتونا بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار وأمر وانا بكت جلي دعاء بكن جلي دخواز غفران دنش خود بكن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم شكي پیغمبر جيوي عليه الصلاة والسلام فقد خطب الناس بعد الصلاة بشي نفيجا روش غيرين خود بخان وقال وقوتي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عندك روج هيفن دو نشانش نشان المصنع يا خود تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته نشبر مرنا كسد غيرا ونشبر بنا كسد غيرا فإذا رأيتم ذلك أجل هواب چند هديد فادعوا الله دعاش خود بكن وكبروا وتكبيرا لبدن خود مازن بدانن وصلوا نفيجا بكن إنامي وتصدقوا وصدقوا بدن فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعادوا قلت أكاد نفيج خلاص بي خد بجي خلاص بي ليش داروش يا غيري أو خلاص نبو يعني نكشف بيه قلت نفيج نايت دبارة كرن به ماشا بل يذكر ذكرية ويكثر من دعائه ديالك دعاء كذا لقول صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا يعني نفيجا بكن ودعايا بكن حتى يكشف ما بكم حتى أو كان كشف بدن أو بسلوة هاتي خالي فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء وتفدليل أجر صلاة ملابده اشتاروش يا غيريا ونكشف بيا دخل مجيد كان بدعاء ودخل كجي مجيد كان دعاء وإذا تم الانجلاء قلت أجر روش كشف به خلاص كشف به وهو في الصلاة وهيش نفيش خلاص ناجرية أتمها خفيفة قلت السفيج خلاص يتم دماغي النفيج ولا يقطعها ونفيج ناقط حاجة والحمد لله رب العالمين.